طبق كويتي خليجي، وهو اليريش المنهنة. وهو على فكرة طبق شتوي. أغلب دول الخليج يسوون هذه الوصفة، بس يسمونها بمسميات ثانية. نحمس اليريش الكويتي أو نقول النهنة اليريش لمن يتغير لونه. في مقلة ثانية نحمس سمن وبصل وثوم وزنجبيل والبهارات، ونحط المعجون، وفي ناس ما تحط، وطماط مفروم. طبعا كله بين فترة وفترة نحمسهم. حطيت اليريش عقب ما انغسل وتصفى، بعدين نضيف عليه ماي سلق اللحم. خلكم وفيرين بالماي لأن اليريش يشرب ماي. نسوي الحشو، نحمس البصل بس يتكرمل نحركه، نضيف له سمنة وبهارات، وأضيف له كشمش وقليل من السكر. نحمس دقيقتين ونضيفه على وجه العيش ونخليه تقريبا نص ساعة. واللحم اللي سلقناه ندخله الفرن نحمره، ويقدم وبالعافية. طبق كويتي خليجي، وهو اليريش المنهنة. وهو على فكرة طبق شتوي. أغلب دول الخليج يسوون هذه الوصفة، بس يسمونها بمسميات ثانية. نحمس اليريش الكويتي أو نقول النهنة اليريش لمن يتغير لونه. في مقلة ثانية نحمس سمن وبصل وثوم وزنجبيل والبهارات، ونحط المعجون، وفي ناس ما تحط، وطماط مفروم. طبعا كله بين فترة وفترة نحمسهم. حطيت اليريش عقب ما انغسل وتصفى، بعدين نضيف عليه ماي سلق اللحم. خلكم وفيرين بالماي لأن اليريش يشرب ماي. نسوي الحشو، نحمس البصل بس يتكرمل نحركه، نضيف له سمنة وبهارات، وأضيف له كشمش وقليل من السكر. نحمس دقيقتين ونضيفه على وجه العيش ونخليه تقريبا نص ساعة. واللحم اللي سلقناه ندخله الفرن نحمره، ويقدم وبالعافية.